لأننا بنحب الحاجة اللي بنعملها، فمؤمنين إننا بإذن الله ودعمكم هنقدر نوصل. وما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ولو أنت مشترك ادعمنا بلايك. بيبدأ الجزء الثالث من سلسلة أفلام ذا رينج مع لينا وجون. لينا وجون بيكونوا من ركاب الطيارة المتجهة إلى مانهاتن. جون بيكون متوتر جدا وأعصابه مهزوزة، فبتسأله لينا عن سبب توتره ده، فبيرد عليها وبيسألها إذا كانت تعرف أي حاجة عن الشريط اللي أي حد بيشوفه بتوصله بعدها مكالمة إنه هيموت، لكنها بترد عليه بإنها أول مرة تسمع الكلام ده. فبيقولها جون إنه هو ده بقى سبب توتره، وإنه باقي في عمره 5 دقايق بس ويموت. وبعدها بيبدأ ينزف دم من أنفه، وبيدخل الحمام وبيلاقي ملامح وشه ابتدت تتغير. وبعدها بتوصل صديقة لينا واللي اسمها ناتاليا علشان تبلغها لينا بالكلام اللي قاله لها جون. وساعتها ناتاليا بتحاول توصل لجون علشان تقدر تنقذه وتنقذ الطيارة، وبتسأله إذا كان عنده نسخة تانية من الشريط ولا لأ، وده عشان تقدر تعرضها على حد تاني ويشوف الشريط فتجدد ال7 أيام. لكن الوقت بيكون بيخلص من جون، وفجأة كل الشاشات اللي على الطيارة بتثبت الشريط بتاع سمارة، وبعدها بتخرج برا الشاشة وبيموت جون وكل اللي معاه على الطيارة. وبعدها بسنتين بنروح لسكاي والبروفيسور جابرييل واللي بيعثروا على جهاز الفيديو الخاص بجون، فبياخدهم الفضول انهم يشتروا جهاز الفيديو، وبالصدفة بيلاقوا شريط فيديو جواه، وبيقرر البروفيسور انه يشوف الفيديو للاخر. وبعد ما بيخلص الشريط بتوصله نفس المكالمة اللي بتقوله انه هيموت بعد 7 ايام، وبتبدأ حاجات غريبة تحصل معاه بعد ما بيلاقي ان المطر بدل ما بينزل على الارض بيطلع لفوق. وبعدها بنروح لجولي وحبيبها هولت اللي بتوصله رسالة انه اتقبل في الجامعة واللي بتكون جامعته خارج المدينة. وتاني يوم بيودع جوليا وبيتحرك على جامعته. وبالليل بتكلم جولي هولت على النت، وفجأة بيظهر مجموعة من أصدقائه معاه وبيبلغوه إنه كل حاجة جاهزة، فبيقفل مع جوليا ومن وقتها وهي ما تعرفش عنه أي حاجة. وفي يوم من الأيام فجأة بتوصل لها مكالمة فيديو من حساب هولت، وبيظهر في الفيديو بنت غريبة اسمها سكاي، وبتبلغ جوليا بكلام غريب جدا، وبتقول لها خلاص سمارة عرفت أماكننا كلها وهتقتلنا واحد واحد. وبتكون ملامح شكلها غريب جدا ومخيف، وبتقفل المكالمة على كده مع جوليا. وبعدها بتقرر جوليا إنها تسافر لجامعة هولت علشان تدور عليه وتفهم منه حقيقة كلام سكاي. فبتوصل جوليا للسكن الجامعي لهولت، وبتقدر تدخل لأوضته، وبتقدر تلاقي تليفونه، وبتقدر تعرف من الرسالة بعتتها سكاي لهولت إنها هتقابله في الجامعة الساعة 7، وبتعرف القاعة اللي هيتقابلوا فيها، فبتتحرك على هناك. وهناك بتقابل الدكتور جابرييل، ولما بتسأله على هولت بينكر الدكتور إنه يعرفه مع إنها شافت الرسائل اللي بينهم على تليفون هولت. فبتقرر جوليا إنها تراقب جابرييل وبتطلع وراه في الأسانسير، وبتستخدم مفتاح الأسانسير اللي أخدته من أوضة هولت واللي بيطلعها للدور السري الخاص بالدكتور والطلبة بتوعه. وهنا بتقدر تعرف إنهم بيعملوا تجربة حية علشان يستدعوا سمارة ويعرفوا سرها. وبيكون من ضمن المشاركين في التجربة دي هولت اللي بيكون ليه صورة على اللوحة وملامحه فيها متغيرة. وبتشوف سكاي وهي على خلاف مع جابرييل واللي شاركت في التجربة وشافت الشريط وفضل لها ساعات معدودة وتموت، وبيوعدها إنه هيبعت لها شخص علشان يشوف الشريط ويتبدل مصيرها وتنتقل اللعنة للشخص الجديد. وبتلحقها جوليا وبتسألها على هولت، وبتوعدها سكاي إنها هتدلها على مكان هولت بعد ما تشوف الفيديو بتاع سمارة. فبتوافق جوليا على طلب سكاي، لكنها مش بتكون على علم بقصة سمارة والشريط. وفي الوقت اللي بتحضر فيه سكاي الشريط لجوليا بتدور جوليا في تليفون سكاي وبتبعت رسالة منه الرقم هولت الجديد وبتعرفه إنها جوليا. فبيحذرها هولت إنها ما تسمعش كلام سكاي وتشوف الشريط. وبتكتشف سكاي اللي بتعمله جوليا، فبتحاول تضغط عليها علشان تشوف الشريط، لكن بتقدر جوليا إنها تهرب منها وتدخل الحمام وتقفل عليها الباب. وبيكون وقت جوليا خلاص نفد، وبتحاول إنها تغير مصيرها وبتكسر اللاب علشان ما تخرجش منه سمارة. فبيشتغل الشريط على الشاشة التانية، فبترمي الشاشة على الأرض وبتكسرها، لكن سمارة بتقدر تخرج من الشاشة وتقتل سكاي. وبعدها بتقرب على باب الحمام وبتفتح جوليا الباب علشان تهرب، ولما بتوصل لباب الشقة بتلاقيه مقفول بالمفتاح. فبترجع لجثة سكاي علشان تاخد منها المفتاح، فبتلاقي وشها مشوه، فبتاخد المفتاح وتهرب علشان تخرج بره. وبتقابل في وشها هولت وبيعرفها انه دخل التجربة دي وما كانش عارف اخرتها ايه، علشان كده محبش يعرضها لأي خطر، خصوصا وانه فاضله كام ساعة ويموت ولازم يلاقي حد علشان يشوف الشريط مكانه وتنتقل ليه اللعنة. وبالليل وهما نايمين بتقرر جوليا انها تنقذ هولت، وبتقدر تشوف الشريط علشان بكده تكون انتقلت ليها لعنة الشريط. وبيرن التليفون عليها علشان يقول لها فاضل على عمرها 7 أيام. وبعدها السماعة بتتحرق علشان يصحى هولت على صوتها بعد ما الحرق امتد لإيديها، واللي بيكون الحرق عبارة عن رمز ما. وبيتصل جبريل بهولت علشان يبلغه انه لقى الشخص البديل اللي هيشوف الشريط بداله. وبيتحرك هولت وجوليا على جبريل، وفي الطريق بتشوف جوليا طائر بيخبط في ازاز العربية، ولما بتنزل بتشوفه
فجأة بيلحقها هولت قبل ما العربية تخبطها، لكن بعدها بيختفي الطائر. ولما بيقابلوا جابرييل بيحاولوا يصنعوا نسخة من الشريط علشان حد تاني يشوفها بدل جوليا، لكن الموضوع بيفشل. وبعدها بتكتشف جوليا وجابرييل إن في مشاهد في الشريط تخص جوليا بس، وبتكون المشاهد الزيادة دي عبارة عن رسالة لجوليا نفسها من سمارة. فبتحاول جوليا تشوف الشريط كويس وبتبلغ جابرييل باللي شافته، وبتقدر تشوف جثة محروقة ومدفونة في مكان ما، وبتفهم من الشريط إنها لازم توصل لبلدة اسمها وادي القربان علشان تقدر توصل للجثة دي اللي اتحرقت هناك وتدفنها، وعلشان تقدر كمان تحل لغز الشريط. فبتتحرك هي وهولت على المدينة، وفي الطريق بتقدر تشوف جوليا سيدة على جنب الطريق بتكون حامل، فبتفتكر إن هي دي نفس السيدة اللي شافتها في الشريط. ولما بتوصل للفندق اللي هينزلوا فيه بتشوف جوليا صورة ل3 بنات، وبتكون منهم البنت اللي شافتها على الطريق. ولما بتسأل عليها صاحبة الفندق بتقول لها إنها مختفية من 30 سنة. وبعدها بتوصل للكنيسة بتاعت المدينة، وهناك بتقدر تشوف صورة للطيور اللي شافتها في الشريط وهي بترفرف على المقابر. وبتعرف جوليا إن في حد بيوجههم علشان توصل للمكان اللي فيه الجثة في المقابر. وفي الوقت ده بيكون قدر يوصل جابرييل للرمز اللي على إيد جوليا واللي سببه الحرق، وبيعرف إنه خاص بالمكفوفين، وده معناه إنهم لازم يدوروا على أي رموز تخص المكفوفين هناك. وفي المقابر بتقدر توصل جوليا للمقبرة الصح، وبيفتحوا المقبرة لكنهم بيتفاجئوا إن الجثة مش موجودة فيها. وبتعرف جوليا إن في حد نقلها من مكانها، فبتدخل جوليا جوه المقبرة علشان تتفاجئ لما بتلاقي اسمها مكتوب على حيط المقبرة. وبعدها بتقفل عليها المقبرة وبيظهر لها صورة البير اللي وقعت فيه سمارة. وبعدها بيوصلوا لشخص كفيف اسمه بيرك، وبتحكي لها جوليا عن سبب وجودها هنا، وإن الشريط اللي شافته بيحاول يوجهها لمقبرة هنا. فبيحكي لها بيرك عن سمارة مورجان، وإن دي هي سبب وجود جوليا هنا. وبيقول لها إن هو كمان شاف رؤى كتير تخص البنت دي لحد ما وصل بيه الأمر وبقى أعمى بسببها. لكن بعدها توفت سمارة، وقرر القسيس بتاع الكنيسة إنه ينقلها لمكان تاني بعيد عن المدينة. وساعتها بتشك جوليا في أمر بيرك، وبتفهم من كلامه إنه بيحاول يبعدهم عن المكان. وفي طريق رجعهم من الكنيسة بيشوفوا حادثة على الطريق، وبتكون الحادثة دي فيها جابرييل اللي وصل وراهم للمدينة علشان يبلغهم باللي عرفوا عن الحرق اللي في إيد جوليا. وقبل ما يبلغها باللي اكتشفه بيوصل هولت علشان ينقذ جوليا قبل ما يقع عليها عمود الكهرباء واللي بيقتل جابرييل في الحال. وبعدها بتقدر تعرف جوليا إن الرسمة اللي في آخر الفيديو على شكل حلقة هي نفسها اللي بترمز لجرس الكنيسة، علشان كده بترجع تاني للكنيسة. وتحت جرس الكنيسة بتلاقي الأرض شكلها غريب، فبتحاول تكسرها وبتكتشف إن ده عبارة عن مدخل لمكان تاني. وفي الوقت ده بيكون هولت مشغول مع صاحبة الفندق اللي بتحكي له عن قصة إيفلين والدة سمارة. وبنرجع لجوليا اللي بتحاول تكتشف المكان الجديد في الكنيسة، وبتعرف جوليا إن المكان ده هو اللي اتحبست فيه إيفلين والدة سمارة، وقضت فيه فترة حملها كلها، وكانت بتدون عدد الأيام دي على الحيطة. وبنرجع تاني لهولت اللي بيعرف من صاحبة الفندق إن بيرك نفسه هو القسيس اللي نقل جثة إيفلين، على عكس ما بلغهم بيرك القسيس ده شخص تاني. فبيتأكد هولت إن بيرك بيخدعهم، وبيقرر إنه يرجع لجوليا. وفي الوقت ده بتوصل جوليا لبيت بيرك علشان تبلغه باللي عمله القسيس مع إيفلين وإنه كان حابسها. ولما عرف بيرك إنها قربت تكشف أمره بيضربها، وبيعترف لها إن هو القسيس، وإن هو والقسيس شخص واحد، وإن هو اللي حبسها وقتلها. وبعدها بتقدر تهرب منه علشان تدخل أوضة تانية، وفيها بتقدر تهربه وبيقع على السلم وبيغمى عليه. وبعدها بيتفتح لها باب علشان تدخل منه، ووقتها بتشوف إن إيفلين بتحاول توجهها علشان تقدر توصل للمكان اللي اختفت فيه جثتها. وبتقدر فعلا توصل لجثتها، لكن بيلحقها بيرك وبيحاول يقتلها. وفي الوقت ده بتظهر سمارة على تليفون جوليا وبتحاول تخرج منه. ولما بتخرج لبيرك بيرجع نظره تاني اللحظة علشان يقدر يشوف فيه سمارة، وبعدها بتقتله. في الوقت ده بيوصل هولت وبياخد جثة سمارة وبيحرقوها زي ما طلبت منها في شريط الفيديو. وتاني يوم بيكتشف هولت إن جابرييل كان سايب له رسالة على التليفون بسر العلامة اللي على إيد جوليا، ومعناها ولادة جديدة، وده معناه إن سمارة استحوذت على جسم جوليا. وبنشوف جوليا وهي واقفة قدام المراية وبتتحول فعلا لسمارة. وبينتهي الفيلم على كده، وبتنتهي كمان سلسلة أفلام ذا رينج. استنونا في سلاسل أجزاء تانية جديدة، ولو ما اشتركتش في القناة ياريت تشترك وتعمل لايك